السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهارده بقى الفيديو ده لو عندك اي حاجة انت خلاص بقى حسيتي ان هي باظت وهتترمي، لا مش عايزين نرمي حاجة. حتى لو الجو مش غلا والحاجة رخيصة برضو حرام ان احنا نرمي اي حاجة. اي حاجة عندك استغليها، وهنشوف النهارده ايه اللي حصل معايا. وكل حاجة برضو حاولت ان انا مرميش اي حاجة ان شاء الله. بس في البداية يا ريت ما تزهقوش من الفيديو بتاعي. انا والله مش بحب الفيديو يطول، ولو هتلاحظوا في قلب الفيديو هتلاقوني مسرعة جدا. بس لازما لو في اي معلومة او اي حاجة لازما اقولها لكم، ولازم اكون بوضح كل حاجة. فلو الفيديو طول شوية ما تزهقوش مني، انما انا والله مش بحب الفيديوهات تطول ويتملوا مني خالص. بس زي ما قلت لكم لازم كل حاجة اوضحها. هنا بقى هنقول بسم الله كده ونبدأ. انا حطيت للجلاش بستخدم له سكر، يعني اخف شوية من السكر من السيرب بتاع الكنافة، واتقل من السيرب بتاع البسبوسة. حطيت كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية، حطيتهم على البوتاجاز. اول ما غليوا نزلت عليهم بمعلقة عسل كلوكوز، وسبتهم 10 دقايق كده، وبعد ال10 دقايق عصرت عليهم نص ليمونة. باسيبهم بعد ما اعصر النص ليمونة كده، سبتهم حوالي دقيقة كده وبعد كده طفيت عليها. بس باختبرها برضو، حطيت عليهم كيس فانيليا. باختبرها انا بالمعلقة كده، برفع المعلقة كده لفوق على اخر نقطة بتلاقيها بتشد حاجة بسيطة خالص. السيرب اللي هو بتاع الجلاش. انا هنا بوريها لكم هنا اهي. اول مرة ما شدتش، تاني مرة هي شدت معايا بس مش عارفة ما ظهرتش ليه. انما سكر الكنافة السيرب بتاع الكنافة بتشد، لا من قبل النقطة الأخيرة بتلاقيها بتشد شدة طويلة كده شوية لتحت. بيكون أتقل شوية، إنما بتاع الجلاش لأ، على آخر نقطة وشدة خفيفة خالص كده، في آخر نقطة بتنزل. عملت بقى السكر وسبته بارد خالص، وهنا بقى هعمل الكاستر. أنا هعملها بالكاستر. حطيت 4 كوبايات حليب، حطيت عليهم 5 معالق كاستر. وطبعا بحط الكاستر قليل، وبعد كده لو احتاج معايا تاني هزود له هو على النار. وحطيت له 4 معالق سكر. هو بالنسبة لنا السكر كده كان كويس خالص 4 معالق، لأن أنا بحط على كوباية حليب معلقة سكر. وطبعا حطيت 5 معالق كاستر وبقلبه كده على النار، افضل اقلب ايدي فيه ما اسيبوش خالص واروح كده ولا كده. شوفوا اختبرته كده لقيته خفيف جدا معايا، رحت قلبت معلقتين كاستر تاني في ربع كوبايه ميه، ونزلت عليهم كده بالنشا بس، وانا بنزل بيهم بقلب بقى ايدي فيه على طول ما بسيبهوش. واشوفه ان حسيت ان هو محتاج تاني هقلب برضو معلقه كاستر تاني في شويه ميه قليلين خالص. كده لسه خفيف، هسيبه بقى يغلي غلوه كده هيتقل معايا دلوقتي. اهو كده تقل معايا اهو. بس انا مش عايزاه اتقل من كده، حتى لو عملت خط كده بالمعلقه هتلاقيه مش بيلم على بعضه على طول. خط بصباعي كده على المعلقه هتلاقيه مش بيلم معاكي، يبقى هو كده القوام بتاعه مظبوط. فضيته كده في طبق تاني وغطيته وسبته يبرد بقى خالص لحد بقى ما احضر الجلاش بتاعي. هنا الجلاش ده كان كيلو جلاش عندي. انا قلت لكم قبل كده ان انا بشتري لفه على بعضها 5 كيلو. وانا جايباها بقى من عند الراجل، المفروض اني بشيلها افرد ايديا الاتنين واشيلها كده عشان ما تتكسرش معايا يعني. لأن هو بيكون حاططها في الفريزر، مش بيبقى لسه عاملها دلوقتي. هو حاططها في الفريزر عشان الحلواني بيجي ياخدها منه. فلما شلتها وفي حاجات جت عليها اتكسرت معايا، وطبعا مواصلات وكده فاتبهدلت معايا شوية. يعني في جلاش من يعني في الأول وفي الآخر كده كان متكسر معايا. هستخدمه، مش هنرمي أي حاجة إن شاء الله. هنا جبت الصينية دهنتها سمنة. والسمنة اللي أنا هستخدمها دي ممكن تضيفي سمنة على زيت وممكن تضيفي سمنة بس. دهنت الصينية سمنة، وبعد كده بقى كل ورق الجلاش، وأنا بحاول أسلكها بالراحة ازاي، لازق في بعض وكان متكسر خالص، فبحاول اسلكه بالراحه خالص عشان مفيش معايا اي حاجه معايا تبوظ. ولو حسيتي ان هي هتغلبه خالص قطعيه ورصيه في الصينيه واشتغلي برضه بيه عادي، لو حسيتي ان صينيه الجلاش متبهدله معاكي خالص. هنا بقى كل واحده جلاش بحطها بدهنها عليها سمنه، ومش لازم أن يكون كميه السمنه كبيره. اهم حاجه ان يكون كل ورقه جلاش مدهونه بالسمنه كويس خالص. لو انت رصيتي ورق الجلاش ولقيتي جنب خفيف مش جاي عليه جلاش، يعني جنب اخف من جنب، هتلاقي ورق صغير بيتقطع معاكي كده، وانت بتاخدي تروح حاطاه على الجنب اللي هو الرقيق خالص ده، علشان يبقى بعد كده السمك بتاعه كل واحد، ما يبقاش جنب خفيف وجنب خفيف، جنب تقيل شويه وجنب خفيف. نحاول نخليه كله سوي بعض. هنا بقى برص، باجي على اخر طبقه بقى بتاعته الجلاش. بخليه بطلعها بره الصينيه، يعني بخلي اخر ورقه كده والورقه اللي قبل الاخيره بخليهم بره كده على حرف الصينيه، عشان لما اجي احط عليهم الكسر ما يلزقوش في الصينيه ويبهدلوا لي الدنيا خالص، ويلزق كده خالص والكسر هيتحرق كده على حوالين الصينيه. خلاص. اهو كده انا بفضل احط كده، وبعدين احط السمنه بس اخر واحده، اخر ورقه جلاش احطها مش بدهنها سمنه، يعني اخر ورقه وبعد كده احط الكسر مش بحط عليها سمنه. انا مش عارفه اوضحها لان طبعا بنتي كانت في الدرس يعني بحاول ان اسند التليفون على الستاند، مع انه كل شويه بيقع. الستاند خلاص اتكسر خالص. بس كنت بحاول برضه ايه، احاول اوضح لكم شويه، انا لميت الجلاش عشان اوضح لكم انا عملت ايه.
خليت الحرف بتاع الجلاش طالع على حرف الصينيه ازاي، علشان الكاستر ما يجيش على الصينيه ويتحرق معايا في قلب الفرن. بسوي الكاستر بقى اخليه كله سوي بعض خالص كده، بحاول اظبطه. انا ما حطيتش الكاستر كله، لو انت هتعملي صينيه زي دي، والله انا ما عارفه مقاسها، انا ما قستهاش، بس صينيه يعني حلوه كده معقوله، مش صغيره ومش كبيره قوي يعني، هي وسط. هي دي خدت معايا يعني اقل من كيلو جلاش بشويه كده. لو انت هتعملي صينيه صغيره هتعملي نص كيلو حليب بس. انا استخدمت الكيلو عشان اولادي بيحبوا ياكلوا الكاستر كده، فزودت لهم شويه يعني. وبعدين برضو هستخدم شويه لحاجه تانية دلوقتي هعملها معاكم. برضو بواقي الجلاش اللي هتتبقى معايا اللي هيتكسر معايا دلوقتي. هنا بقى برضو بدهن الجلاش اهو، بدهن كل ورقة، شوفوا زي ما قلت لكم اهو، مش بخلي، لازم ان السمنة يكون جاية عليها كلها، مش بخلي حتة من الجلاش مش جاية عليها سمنة. مش مهم كمية السمنة تكون كتيرة، عادي ممكن تحطي كمية قليلة، بس تكوني دهنة الورقة كلها جلاش عشان يورق معاكي وما بقاش طالع كله لازق معاك في قلب بعض كده. هنا بلفها زي المروحة كده، اه شايفين انا يعني باخدها لقدام كده وبرجعها كده شوية لورا، يعني بتناها كده على بعض زي المروحة، واحدة رايح واحدة جاي، واحدة رايح واحدة جاي، بنفس الشكل كده، واروح ارصها كده في قلب الصينية. انتي بتشوفي بقى العرض بتاع الجلاش هيجي على عرض الصينية ولا على طول الصينية، زي ما يجي معاكي. ان جه على عرض الصينية هتحطيه بالعرض، هيجي على قد الطول هتحطيه بالطول. تظبطي بقى الجلاش بتاعك تظبطيه معاكي علشان يطلع الصينية شكلها حلو. لو في زوايد طلعت من الجلاش اللي هي المروحة دي، بتقطعي كده بايدك واركنيهم على جنب، برضو هنشتغل بيهم ونحطهم برضو في حاجة دلوقتي. وممكن لو مش عارفة تعملي بهم ايه، تنشفيهم وتعمليها زي ام علي، تنشفيهم في الفرن، تحطهم في الفرن كده ينشفوا، وبعد كده تحط لهم مكسرات بقى وشويه حليب، هتبقى زي ام علي وهتبقى طعمها حلو قوي. اهو انا كده بفضل رايحه وجايه كده، بس كده برصهم بقى في الصينيه بنفس الشكل. انا بحاول اوريكي كذا واحده عشان بس اوريكي ان انا يعني مش بخلي اي حته في الجلاش، اي مكان كده في الجلاش مش جاي عليه سمنه. بفضل رايحه جايه كده بالفرشه لحد كله كده ما يجي عليه سمنه، وتنيها بقى رايح جاي كده زي ما وريتك دلوقتي. اهو واحده رايح واحده جاي كده، بس كده اظبطها كده معايا واروح رصهم بقى كلهم في قلب الصينيه. وزي ما قلت لك اللي بتقطع معايا بلفه في قلب في قلب كيس علشان ما ينشفش معايا. كده انا خلاص الصينيه دي اهي، هدهن بقى وشها سمنه وخلاص. بس هنا اوريكم بقى اللي فاضل معايا الاطباق دي او الصواني ديت اللي هي عامله زي الالومنيا دي، دهنتها برضو سمنه. وهنا شوفوا بمسك بقى الورق اللي اتبقى معايا، مش هحطه بقى في التلاجة بقى واسيبه تاني، انا عندي اصلا جلاش في التلاجة تاني، فقلت استغل ده، وانا اصلا اولادي بيحبوا الحلويات كتير، فعايزين يعني كل شويه اعمل لهم، فقلت خلاص بالمره بقى. ممكن تعملي بقى حاجه حادقه، ممكن تعملي بقى بالبقى ده، تعملي بقى جلاش بالجبنه براحتك خالص بقى زي ما انت محبه. بس بصي بقى شايفين انا بعمله ازاي، مش بضغط عليها خالص، بلمها كده اهو، بكلفتها كده وخلاص، اي حاجه كده بالبركه، بس ما تدكهاش قوي عشان ما تطلعش معاكي مكتومه، لما تسيبها ما تطلعش معاكي مكتومه. اهو باحاول بقى اوسع علشان اللي فضل معايا ده اللي اتبقى معايا في قلب اللي حطيته في قلب الكيس، ده اللي كان بيتكسر معايا وانا برص الجلاش، برضه هحطه. بس حاولي بقى لو عندك كتير ما تدكيش زي ما انا ما دكيته كتير كده، لا حاولي تسيبيه مهوي شويه، علشان برضه لما تحطي له الحليب بتاعه ما يطلعش مكتوم معاكي، احنا عايزينه متهوي خالص كده. انا هنا بقى خدت شويه حليب كده بالبركه، طبعا بنتي كانت مستعجله عايزه اروح الدرس، وانا بقى لقيت التليفون بيعمل ستاند، قلت لها معلش صوريني بس اللقطه دي وخلاص، فاستعجلت خدت شويه لبن، طلع لبن كتير، وحطيت عليهم معلقه كاستر، وخدت شويه كاستر برضو من اللي اتبقوا معايا دول، هقلبهم كده في قلب بعض، وحطيت شويه سكر برضو حوالي معلقتين كده سكر، وقلبتهم مع بعض. نسيت خالص بقى احط السمنه عليهم، المفروض كنت حطيت سمنه، شويه سمنه كده وشويه ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، نسيت الاتنين دول لان كنت مستعجله بسببها. بعد ما حطيت افتكرت السمنة، رحت حطيت السمنة كده فوق الوش، بس الأفضل طبعا إن أحط السمنة مع اللبن. تاني حاجة اللبن طبعا كنت حاطاه كتير لأن استعجلت أخدت شوية كده من الحلة وخلاص، وحطيتهم كده بالبركة فكنت مستعجلة علشانها. السمنة بقى افتكرتها اهي، رحت حطيتها كده فوق الوش، بس الأفضل إنك تحطيها على الحليب. بس خلاص بقى ده قدر الله ما شاء فعل، وهنستخدمها برضه مفيش حاجة إن شاء الله هتبوظ معانا. وهنا دهنت الوش بتاع الجلاش ده سمنة، وشغلت الفرن بقى معايا عشان يسخن شوية كده قبل ما أحط الجلاش، بس مش عايزاه يسخن قوي عشان الفرن ده حامي، وهتشوفوا دلوقتي اللي حصل معايا. هو الحمد لله مفيش حاجة اتحرقت، بس حمر لي الوش بسرعة. أنا طافية الشعلة اللي على الجنب اهي، شايفين الشعلة اللي من على الجوانب طافيها خالص اهي، ما ولعتهاش، ولعت من تحت بس الشعلة اللي تحت بس، والشعل اللي على الجنب طفيتها، شايفين احمرت ازاي من غير ما اولع الشعل اللي فوق خالص، لان بقول لكم البوتاجاز ده حامي جدا، يعني ممكن يبهدل لي الحاجه، وانا بشوفها دلوقتي اوريها لكم، وقعت الصينيه وقعت، والحمد لله ان مفيش حاجه باظت، الكاستر كان هيلم كله بس لحقتها. شويه الحليب اللي اتبقوا بقى معايا
قُلت أعمل بيهم بقى كيكة، أنا مش هارميهم، حطيت عليهم سكر وكاستر مش هارمي حاجة، حطيت نُص كوباية كده صغيرة كده زيت، وحطيت بيضة وكيس فانيليا وشوية الحليب اللي اتبقوا معايا حطيتهم كده في قلب الخلاط، وشوية سكر. أنا السكر اللي حطيته قليل، أنا حطيت حوالي 3 معالق، لأ هو كان عايز تاني، السكر كان قليل كده خالص، كان في الكيكة كان قليل. طبعًا وأنا باعمل الكيكة كان خلاص بقى جلاش أحمر، أول ما باخرّجه من الفرن أسقيه سيرب على طول وهو لسه سخن كده. خرّجته هاسقيه بقى السيرب، لو عايزاه يتطرى ما يبقاش ناشف معاكِ غطّيه بصينية، أنا غطّيته بصينية عشان يتطرى معايا شوية، ما بنحبوش ناشف أوي كده ويقرمش. غطّيته بس هو الوش بتاعه فيه قرمشة كده حلوة كده مش ناشف أوي. غطّيته وسِبته لسه بقى طبعًا الصينية التانية الصغيرة كانت لسه في الفرن. ودول ضربتهم في الخلاط، وهنا بقى هناخد شوية دقيق النصفة برضه وقعت منّي، الاستعجال بيخلّي الحاجة برضه تبوظ معاكِ، عايزة الحاجة اعمليها بدري، ابدئي بحاجتِك بدري عشان ما فيش حاجة تبوظ معاكِ. حطيت بقى الدقيق زي ما هتاخد معايا، وحطيت كيس البيكنج باودر ده ما حطيتهوش كلّه، يعني حطيت كده اتبقى منّه حوالي ربعه كده شوية، أو أقل من نُصّه كده بشوية. ضربتهم كده بالمضرب، وبعد كده هافضّيهم بقى في الصينية دي أو الطبق ده، أنا دهناه برضه شوية زيت ورشة دقيق. يعني عملته زي كيكة بس حاجة بسيطة كده، والله من غير مقادير، أنا يعني بُصّوا الاستعجال بيخلّيني أعمل حاجة بسرعة. حطيت كده شوية دقيق لحد ما خَد معايا كده، لحد لقيت القوام مضبوط، وكيس فانيليا والبيضة وشوية الحليب اللي اتبقوا وشوية الزيت، والله طلعت زي العسل. أنا أهم حاجة إن إحنا بس مش عايزين نرمي أي حاجة. بس وهنا بقى طبعًا طلّعت الصينية التانية الصغيرة أهي، وحطيت الكيكة بقى مكان الصينية دي. ما تدخّليش الصينية دي كده لوحدها في الفرن، حطيها دايمًا في صينية تانية، علشان الصواني اللي هي اللي زي الورق دي، اللي هي الصواني الصغيرة دي بتتحرق طبعًا من الفرن، والفرن ده حامي خالص. حطيت بقى الكيكة برضه وسِبتها لحد ما احمرِت. كده خرّجتهم كلّهم أهي، كان الجلاش بقى غطّيته وسِبته لمّا هدي خالص، ما باخرّطش الجلاش وهو سخن، هاسيبه لمّا يهدى خالص معايا، وبعد كده أخرّطه. معلش بقى بنتي صوّرت ديّة، فصوّرتها بالمقلوب شوية، بس معلش الصورة اللي هتيجي بعدها هتيجي معدولة شوية، بس قُلت لها صوّري عقبال ما أصلّي، فطبعًا قلبت لي الصورة خالص. هنا بقى طبعًا الكيكة طلعت معايا أهي، وزي ما قُلت لكم شوية الحليب اللي فضلوا ما كانوش مش عايزين نرمي حاجة، أمّا اتبقوا أدينا عملنا كيكة وهتنفع. وزي ما باقول لكم أنا أولادي بيحبوا الحاجات المسكّرة والحلويات كتير، فالحاجة لمّا تكون عندي بدل ما كل شوية أقول هاعمل إيه النهارده، يبقى الحاجة موجودة أحطها في التلاجة في علب كده، ووقت ما يحبوا ياكلوا يبقى الحاجة موجودة قدّامهم. ما شاء الله الجلاش كان طعمه حلو جدًا، كان الجلاش ده أو التاني، وزي ما قُلت لِك الجلاش التاني لو حابة بقى بواقي الجلاش اللي اتبقى منِّك لو أنتِ حابة تعمليه يبقى حادق ومسكّر، يبقى أنا عندي مثلًا جلاش أهو مسكّر، واللي اتبقى مني ده أعمله مثلًا بالجبنة، أو لو عندي قطع لانشون أحطه، فراخ حابة تحطي له فراخ أو لحمة براحتك خالص، هتقطّعيه اللي اتبقى منِّك كده وترصيه في الصينية وتحطي في النُص أي حشوة أنتِ عايزاها. شايفين شكل الجلاش؟ ما شاء الله جميلة جدًا وطعمها حلو أوي، أوي فعلًا. بصراحة لأ تستاهل يعني ديّة إنكم تجرّبوها، ما شاء الله طعمها جميل جدًا. وأدي الكيكة معايا أهيّة، هي كانت هتتلسع شوية من تحت عشان برضه الفرن زي ما قُلت لكم كان حامي جدًا، وبرضه ما شغّلتش الشُعل اللي على الجنب للكيكة من فوق، هي احمرِت بالشكل ده من غير ما أشغّل الشُعل. أنا بابُص كده أبُص للكيكة لقيتها احمرِت من على الجنب ومن فوق بدأت تاخد لون، فكنت باحاول بقى أبعدها شوية كده عن الحتت اللي هي الشُعلة نفسها، اللي هي من تحت دي عشان ما تتحرقش معايا، بس برضه اتلسعت لسعة خفيفة كده، بس الحمد لله. إن قعدتِ تعملي الكيكة بقى زي كده حاولي زوّدي لها سُكّر شوية عشان دي كانت ناقصة سُكّر. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا بأي حاجة إن شاء الله، وزي ما قُلنا ما نرميش أي حاجة. يا رب إن شاء الله الفيديو عجبكم، بألف هنا وشفا. ما تنسوش بقى اللايك، واللي ما اشتركش في القناة أتمنى يشترك وينورني. وألف هنا وشفا، مع ألف سلامة، السلام عليكم.